هل بابا منتصر كان صح ولا غلط؟ في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو شفنا شخصية منتصر وعلاقته بباباه. الأب كان بيتعامل معاه بالعنف، فاكر إن السيطرة هي الحل، والنتيجة الابن دخل السجن والأب مات وهو غضبان عليه. هل هي دي النهاية اللي أي أب أو أم يتمنوها لأولادهم؟ أنا عارفة إنكم خايفين على أولادكم، بس لازم تسأل نفسك بصراحة، غضبك من ابنك سببه بس خوف حقيقي عليه، ولا كمان علشان صورتك قدام الناس إنهم ما يقولوش إنك معرفتش تربي؟ ربوا ولادكم وازرعوا فيهم الخير والصح، وبعد كده الباقي مش بتاعنا، الباقي عند ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بين لنا طريق الخير والشر وسابنا نختار. ابنك لما بيختار طريق غلط هو مش بيعندك، هو شايفه دلوقتي صح، ده وعيه، سيبه يخوض تجربته. الكلمة اللي زرعتها جواه هيجي يوم وهترجعه. في علم النفس القسوة بتولد التمرد والعنف بيكسر الثقة، لكن الحب والاحتواء هم اللي بيبنوا شخصية سوية. سيدنا نوح عليه السلام ابنه كان كافر، ومع ذلك كان بيقول له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني فيها حنان واحتواء حتى وهو كافر. دور الأب والأم بعد سن الرشد هو التوجيه بالرفق، الدعاء بالهداية، القدوة الحسنة. انصحوا ووجهوا وانت بتحبه. احنا بنحب ولادنا حب غير مشروط، مش مشروط بأخلاقهم ولا بأنهم بيسمعوا كلامنا. والكل ابن وبنت انتوا كمان ليكم دور، تتقبلوا اختلاف أفكار أبائكم وأمهاتكم. ربنا سبحانه وتعالى قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، تقبلهم زي ما هم. العلاقة بين الآباء والأبناء مش صراع. يا آباء ويا أمهات، ما تعيشوش حياتكم في جحيم بسبب أخطاء ولادكم. ربنا سبحانه وتعالى قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. اعملوا اللي عليكم من تربية ونصح وسيبوا الباقي لربنا. ليه عاوزين نتحكم في كل تفصيلة وننسى إن القلوب بإيدين ربنا سبحانه وتعالى؟ والكل ابن وبنت، لو في اختلاف كبير بينك وبين أهلك لازم تفضل معاهم بالرحمة وبالمعروف. اختلاف أفكارهم مش مبرر إنك تجرحهم وتسيبهم. يا أهالينا ربوا وانصحوا وادعوا بحب، ويا أبناء ارحموا أهاليكم وتقبلوا اختلافهم، لأن القسوة عمرها ما بنت بيوت، الرحمة هي اللي بتحفظها.